ولذلك بأؤكد على الحكايه دي لما احضر في اي واقعه من الواقعات دي، اقول ان انا جاي مثلا بصفتي اني احد عمال صناعه السينما ووظيفتي ممثل، وانا من الوجوه المعروفه في الصناعه دي، فجاي ادعم الحدث ده، او جاي ادعو الى فعل كذا وكذا وكذا، وانا معضد. فانا حضوري هنا عشان اولا انه يعني يساهم في رفع الوعي العام كمان بالمساله التنمويه والاهتمام بالمجتمع في كافه طبقاته. يعني لو هتبتكر جايزه جديده هتكون جايزه لايه؟ جايزه الانسانيه، عشان الانسانيه صنعه الانسان، هكذا قال فؤاد حداد. مصر شايف ان هي موجوده بشكل كافي؟ لا، مش موجوده بشكل كافي اطلاقا 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 اطلاقا. يعني في كنت قاعد جنب شخص كريم دلوقتي، وهو بيتحدث بيقول ان في ندره في هذه المساله. يعني انا لو قعدت اعد المؤسسات اللي شبه مؤسسه ساويرس دي اللي بتشتغل في العمل العام، يعني في قطاعات مختلفه، عليهم قليلين وندره. احنا محتاجين اكتر اكتر. انا اذكر ان انا مره رحت ازور المركز بتاع القلب بتاع الدكتور مجدي يعقوب في اسوان، فسيدة كريمة من أحد القنوات قالت لي أنت شايف إن إحنا محتاجين كام مجدي يعقوب في مصر؟ قلت لها هو أنتوا تعدادكم كام دلوقتي؟ قالت لي مش عارف حاجة 90 مليون في ذلك الوقت يعني. قلت لها محتاجين 900,000. يعني أما أنا بلاقيش غير مجدي يعقوب، هذا الشخص يعني المعطاء اللي بيعمل حاجات وينكر ذاته إلى أقصى حد. وده مثال بقى عظيم جدا على مسألة العمل العام. يعني كلنا يدري من هو مجدي يعقوب، وكلنا يدري ما الذي يفعله مجدي يعقوب، ومجدي يعقوب ينكر على نفسه هذا الاعتراف منه. يعني لما تيجي تشكره ولا بتشكرني على ايه؟ هو طبعا اختلاف الظروف اللي هي بتحتم اننا كلنا نبقى برضه ما نهملش يعني الادب، الكتاب، كل المواضيع الثقافيه، لان هي دي اكتر حاجه دايما بتتاثر لما يبقى في ازمه. فانا شايف ان دي مناسبه كويسه ان الناس تبقى حاسه برضه ان مفيش تضحيه بالنواحي الثقافيه في مصر حتى رغم الظروف يعني. عندنا مهرجان الكوره البني ادم لما يكون ربنا اداله يعني لازم يرجع. ده انا بحس ان ده واجب. وبعدين مش ممكن الدوله هتعمل كل حاجه، المفروض ان اللي يقدر يساعد يعني. ده يعني كان تطور طبيعي يعني. انما احنا طبعا بطبيعتنا احنا من ايام المدرسه الالماني والجامعه في المانيا والعيشه في اوروبا، الواحد برضه بياخد شويه انطباعات من هناك ويحاول ينقلها هنا. هم الثقافه والموسيقى والحاجات دي عندهم زي الاكل والشرب عندنا، فالواحد لما رجع بيقول اشمعنى احنا. ايه اللي هتزوده بيه؟ شوف انا في الموضوع دوت بحب ابقى دايما خارج المنظومه. ليه؟ لان دي الموضوع ده عمل جماعي، وفي لجنه التحكيم، وفي المجلس بتاع الجائزه نفسه، وهم اللي المفروض بيدرسوا ويقترحوا الاقتراحات. انا ما احبش الشغل بتاع ان انا يعني ما دام انا اللي بدي الجائزه يبقى انا اللي اقرر وانا اللي احدد فانا مش عارف حتى هم السنه دي هيقترحوا ايه بالنسبه للسنه الجايه، ومش دوري ان انا داخل في الموضوع ده. كانت الظروف مش مواتيه، وبعدين الواحد لما يبقى مش حاسس ان الظروف كويسه بدل ما نعمل دوره تقل عن اللي قبليها احسن ناجلها. ده السبب. طب مصير مهرجان السنه دي هيكمل ولا برضه السنه دي متوقف؟ لا ان شاء الله، يعني لو كل حاجه مشيت زي ما احنا ماشيين دلوقتي كده يبقى يعني لازم تحصل مفاجاه سيئه اللي تخلينا ناجل. ولكن الموقف النهارده ان احنا هنعمله وكل حاجه ماشيه زي ما هي. تعرف الفكره بتاعت الجوائز دي كانت من المرحومه شمس البارودي،
وشمس الاتريبي، اسف شمس الاتريبي. وبعدين احنا بنتبنى اي فكره كويسه، يعني مش شرط ان الواحد يعمل حاجه هو اللي فكر فيها، فتبنيناها اول سنه وهي اللي ساعدتنا حتى في التشكيل الاول وكده، والحمد لله هي رفعت الجائزه دي شأنا لحد ما وصلت للي وصلت له النهارده. سر اهتمامي بوجودي النهارده هي ان حاجه ثقافيه مهمه جدا بتشجع كل الناس من جميع الاعمار على الادب والفن والثقافه، وحاجه كمان بتشجع اللغه العربيه، ودي حاجه يعني بسطاني جدا، وانا من الناس اللي بهتم بده يعني في بيتي اتربيت على كده قوي. شاطرة يعني في اللغة العربية؟ اظن بالنسبه لجيلي عامه يعني بس لانها فعلا ليها خطوات على ارض الواقع، يعني بعد كده بيبقى في تشجيع ان انت تعمل فيلم حقيقي او ان هم يدعموا روايتك، فما بيبقاش مجرد مهرجان على جنب كده جايزه مننا فينا، بتبقى حاجه فعلا بتدي الانسان المشترك يعني دفع لقدام ان هو يبقى اخد خطوه في طريقه يعني. اول سؤال، قراءاتي مش نوع معين، يعني بيبقى زي ما انا حابه او زي ما انا قادره دلوقتي، او العنوان اللي شدني، يعني الشغل عامه بيخليك كمان تقرا حاجات كتير تبقى ليها علاقه، حتى لو حاجات انت ما اشتغلتهاش او موضوع انت حابب ان انت تعمله حتى لو ما عملتوش او كده، دي حاجه بتساعد جدا. وبطور نفسي في مجال التمثيل، ازاي باخد دروس تمثيل، وعامه ان انت تقرا كتير تتفرج كتير، يعني هو كمان مش بس قرايه كتب، يعني هو ان انت تكون مطلع على السينما عامه، على اخر مسلسلات، اعمال دراميه عامه يعني عالميا ايه ناجح، ايه موضوع مهم، موضوع تاريخي. اول حاجه ان الموضوع يكون حلو، يعني ده عادة لو الإنسان محظوظ كفاية إنه يبقى المواضيع اللي بتتعرض عليه مواضيع حلوة، يكون المخرج حلو، يكون الإنتاج هيقدر يوصل الحاجة اللي مكتوبة في الورق ده بشكل يليق بيه، لأنه هو ممكن الموضوع يبقى حلو جدا ويبقى الإنتاج مش هيقدر يوصل اللي على الورق ده بشكل يناسب الورق، فاهم قصدي؟ داخلة مسلسل وفيلم إن شاء الله. تفاصيل بقى، وخلصت فيلم. تفاصيل بقى عشان الناس دي كلها. هقول لك نص تفاصيل. لا طب ما تستنوا، هقول لكم بعد شويه. انا خلصت فيلم انتاج استاذ وليد صبري مع مينا مسعود، بطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد، اوريدي قلت مينا مسعود، في ناس كتير قوي، استاذ محمود البزاوي، مش عايزه انسى حد. اسم الفيلم ايه؟ بتقدمي شخصية ايه؟ اسم الفيلم في عز الظهر، وبعمل في الفيلم شخصية بنت راقصة. زعلت لما لغوا مهرجان الجونة، زعلت بس ارتحت من الفساتين شوية. نفسك المهرجان يرجع تاني؟ اكيد كلنا. طب قولي لي بقى جميل على المستوى الشخصي. يعني احنا سعداء جدا لجائزة سوير الثقافية في عامها 18. الجائزة مستمرة من عام 2005 وكل سنة بتكبر. يمكن أهمية الجائزة إنها بتحتفل وبتركز على 7 فروع في الثقافة، وهم حقيقي كلهم مهمين، سواء بنتكلم على الرواية، قصص قصيرة، سيناريو سينما، مسرح، سرديات، نقد أدبي. السنة اللي فاتت أضفنا أدب الطفل، ودي كانت إضافة مهمة جدا، وأضفنا كمان ترجمة للعمل الفايز. فأنا سعيدة إن كمان الجائزة يمكن بتزود فروع عن كل سنة عن سنة. السنة دي احنا تقدم لنا أعمال كتير، احنا بنتكلم في أكتر من 1000 عمل عشان نعلن عن 16 فايز، فهو عدد كبير جدا، وعدد كبير كمان لما تفكر ان لجان التحكيم هتقرا 1000 عمل، لان هم فعلا بيدوا لكل عمل حقه. احنا عندنا 7 لجان تحكيم محايده من اكبر القامات والخبراء في المجالات المختلفه، والموضوع ده بيستمر شهور الى انهم يوصلوا للقائمه القصيره، وبعد كده كمان يوصلوا للاعلان عن الفائزين والفائزات. بس احنا بالنسبه لنا اولا كمؤسسه سوير التنميه الاجتماعيه، هو الحياديه ده موضوع مهم جدا. احنا ما بنتدخلش نهائيا كمؤسسه في اختيارات اللجان، واللجان هي لجان مستقله مكونه من 5 افراد، وده برضو موضوع مهم، ومتنوعه، سواء متنوعه من ناحيه الجندر، متنوعه من ناحيه الخبرات، متنوعه من ناحيه السن، الكبار والشباب.
احنا يمكن دورنا هو اختيار اللجان، دورنا مع مجلس امناء الجائزه هو اختيار اللجان بحيث ان احنا نضمن ان تشكيله اللجنه تضم التنوع. وبعد كده كل لجنه بقى طبعا حسب بتتكلم على نص مسرحي ولا سيناريو سينما بتحط المعايير المختلفه لاختيار الجوائز. يعني احنا ان شاء الله هنعلن في الحفله، فانا مش عايزه افسد المفاجاه، فهنعلن في الجائزه ايه اللي احنا هنغيره ان شاء الله في الجائزه ابتداء من السنه الجايه. بس اهتمامنا كان السنه دي ان احنا نستمر في فروع جديده قدمناها السنه اللي فاتت. ميرسي قوي، شكرا.